عن اذنك. وفاء. ايوه يا بابا، في حاجه؟ انا عاوز اكلمك على انفراد. تعالي اقعدي جنبي هنا. حاضر. خير يا بابا؟ انا عندي فكره عاوز اقولها لك، بس توعديني انك ما تجيبيش سيره لوالدتك. حاضر، اوعدك يا بابا. بس ايه هي بقى الفكره؟ بقول لك ايه، انا يا ستي مستعد اديكي 2000 ولا 3000 جنيه وتروحي انت وعادل بعد ما تكتبوا الكتاب وتاخدوا بعضكم كده وتطلعوا على اسكندريه ولا على اي مصيف يعجبكم تقضوا فيه شهر العسل. وبلاش يا بنتي حكايه العشاء دي. ها، ايه رايك في الفكره دي بقى؟ انا متاكد ان عادل هيوافق. هو حضرتك اتكلمت معاه في الحكايه دي؟ لا، بس انا متاكد ان الفكره دي هتعجبه لانه بيتضايق من كتر الناس. لا بلاش يا بابا اتكلموا في الحكايه دي خالص ارجوك، لانها مش معقوله. ليه؟ وانت مستقليه المبلغ؟ لا يعني الحكايه مش حكايه المبلغ يا بابا. امال حكايه ايه؟ حضرتك عارف بقى ان ماما هتزعل قوي لو ما شافتنيش وانا لابسه فستان الفرح والطرحه والعوالم بتزفني. لا، من الناحيه دي يا ستي اطمني، انا ممكن اقنعها كده. بس انا كمان بقى هزعل قوي يا بابا، ومش هحس اني اتجوزت. دي ليله واحده في العمر كله يا بابا. انت كمان هتزعلي؟ ايوه طبعا يا بابا. طب خلاص اعتبري كل الكلام اللي انا قلته ما اتقالش. يا بنتي دي كانت مجرد فكره طرقت على ذهني. خلاص خلينا احنا في حفله العشاء. شوقي، انت هنا وانا بدور عليك. نعم يا ستي، ما انا مستخبي من طلباتكم. كل ما بتشوفوا وشي تنزلوا فيها طلبات. ها، يا ترى عاوزه ايه المره دي؟ ابدا يا اخويا مفيش حاجه. ما دام بتقولي كده يبقى في حاجات مش حاجه. اتفضلي يا ستي قولي طلباتك. ايه كنت إيه؟ عاوزاك يعني تخرج معايا عشان نشتري شويه حاجات. ومفيش حاجه. ما هو اذا كنا ناويين نكتب عليها الاسم يبقى لازم نلحق نشتريها من دلوقتي. ايه دي اللي نكتب عليها الاسم؟ الفضيه بتاعت وفاء. فضيه ايه؟ ايوه، الشوك والمعالق والسكاكين. انت ناسي ان احنا لسه ما اشتريناهاش لغايه دلوقتي؟ لا هما ولا البياضات ولا الفوط ولا البيجامه ولا الشبشب ولا ملايات الفرش ولا الستاير ولا السجاجيد. بس كل ده علينا؟ عيلة العريس ما عليهاش حاجه ابدا غير انها تقدم العريس. الله، وانت مالك بتزعق لي كده ليه؟ هو انا يعني اللي كنت اخترعت النظام ده؟ نعم يا ست هانم. امال مين المتوحش اكل اللحوم البشريه اللي فكر في الحكايه دي؟ لا انا خلاص ملياش دعوه بالحكايه دي خالص. ومش طالب ايد بنتي، خلاص ايدي انا تصرف ليه؟ دول من ساعه ما قالوا ان بنتي هتتجوز والطلبات نزلت تلف على ودنه زي ما يكون اوكازيون. كل واحد عاوز يلحق قبل التاني. عاوزين نشتري فستان الفرح، والمصورات لازم ياخد لنا صوره، والملايات والسجاجيد عاوزه تنفرش، والفضيات لازم يكتب عليها اسم العريس والعروسه، وكتب كتاب لازم ينصرف عليه الشيء الفلاني، ومين ينعزم ومين ما ينعزمش. يا ناس حرام عليكم. راس ابو العروس هيستحمل ايه ولا ايه؟ دي لو كانت حجر كان زمانها اتفلقت. يا ترى يا هل ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ مين عادل. مساء الخير يا وفاء. عادل، اتأخرت كده ليه؟ انا بيتهيألي اني بقالي سنة ما شفتكش. اصل كنت مشغول قوي يا وفاء، تليفونات على ضيوف على مشاوير. الله، هو انت لوحدك هنا ولا ايه؟ ايوه يا عادل. على فكره قبل ما انسى، انا وعدت ماما اني اسلم الورقه دي اول ما اوصل. اتفضل يا ستي. ووعدتها كمان اني لازم اقراها دلوقتي. لا بس اصلها يعني كانت خايفه لانسى. اصل الايام دي يا وفاء معرفش ليه بنسى كتير. بس على فكره انا مش هقعد كتير. اصل ماما عازمه خالتي على العشاء وقالت لي لازم اكون موجود. المهم يا وفاء انا كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع مهم. خير؟ الله، مالك وشك متغير ليه؟ انت متضايق من حاجه يا عادل؟ وفاء ممكن ناخد بعضنا دلوقتي ونروح عند اي مأذون يكتب لنا الكتاب؟ ايه عادل؟